لو عندك كاكا وعيالك مش بيحبوا ياكلوها بحالتها ديت، هاتيها وتعالي نعمل العسل ده. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. لو عيالك مش بيحبوا ياكلوا الكاكا بحالتها ديت، تعالي يلا نعمل لهم بودنج بالكاكا، وان شاء الله ياكلوها ومش هيقولوا لك ان هي وحشه ولا حاجه. طبعا كلنا عارفين ان الكاكا مهمه جدا للجهاز المناعي، مهمه جدا لتقويه الجهاز المناعي، مهمه جدا. اول حاجه طبعا هنعملها هنقشر الكاكا، نخلي بالنا من البذر، ساعات بيبقى فيها بذر وساعات مبيبقاش فيها بذر برضه، يعني في واحده تلاقي فيها بذره، في واحده تلاقي فيها 2، في واحده ما تلاقيش فيها خالص. هنشيل القشره بتاعتها كده. الكاكا من الحاجات المهمه جدا للجهاز المناعي، بتحتوي على فيتامين ج زي ما احنا عارفين، ومهمة جدا للهضم، الاحتواء على كمية كبيرة جدا زي ما انتم شايفين كده من الألياف. طبعا الكاكا مهمة جدا برضو لصحة القلب، ومهمة جدا للناس اللي بتعاني من ضغط الدم المرتفع. هنحط أنا هاخد 3 حبات بس من الكاكا، هشيل القشرة بتاعتهم زي ما انتم شايفين كده. هاخد القلب بس، دي فيها بذرة اهي، وهنزل بيها في الخلاط بتاعنا. هنزل بالكاكا بتاعتنا في الخلاط، وهنحط لها كوباية لبن، معلقتين سكر، او ممكن تحط عسل لو انت حابه، لان الكاكا مسكره برضو. معلقتين كاكاو خام، ولازم يكون كاكاو كويس لان طعمه هيبقى باين فيها قوي. وهضرب المكونات بتاعتنا. زي ما انتم شايفين ده شكلها اهي. هفضيها بقى في الاطباق بتاعتنا واحطها في التلاجة. انتوا شايفين الجمال ده شكله بعد ما فضيناه من الخلاط. طبعا بيجمد على طول في لحظتها، يعني مش بياخد وقت معاكي. آه، طبعا حاطه لها ده جوز هند، دول هنسيبهم ساده. حد يصدق بقى ان الجمال ده اهو من الكاكا ده اهي. يلا اتمنى الوصفة عجبتكم، يا ريت تجربوها، متخلوش عنها فيها، مشاركة الفيديو مشاركة في القناة. وقبل ما اقفل معاكم الفيديو هقول لكم تاني فوائد الكاكا. الكاكا طبعا من الحاجات اللي بتدعم الجهاز المناعي بفضل الاحتواء على فيتامين ج، بتحسن الهضم، الاحتواء على كمية كبيرة جدا من الألياف، بتقلل الالتهابات، بتقوي النظر، الاحتواء على فيتامين A، مفيدة جدا للقلب، مفيدة جدا لمرضى ضغط الدم المرتفع، مفيدة جدا لصحة العظام.
يحتوي على مغنيسيوم وكالسيوم وزنك، عشان كده بتقوي العظم. مفيدة جدا للبشرة لاحتوائها على كمية كبيرة جدا من مضادات الأكسدة، وكمان بتحارب علامات تقدم السن، الشيخوخة المبكرة. وطبعا بتقوي النظر زي ما قلت لكم، الاحتواء على فيتامين A، ويحمي من أمراض العيون زي الضمور البقع وتميم العدسة. وطبعا لما نيجي نختار الكاكا نختارها مستوية، ما ناكلهاش وهي طرية. دي كانت الفيديو بتاعنا النهاردة عن الكاكا. أتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم زي ما قلت لكم متبخلوش عنها بلايك، مشاركة للفيديو، ومشاركة في القناة. أشوفكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله.